اول تيست وير او نقدر نقول اول ورك برودكت معانا هو التست بلاننج ورك برودكتس. حلو. التست بلاننج ورك برودكتس دي هي عباره عن ورك برودكت ناتج من الاكتيفيتي اللي كان اسمه تيست بلان واللي احنا شرحناه قبل كده. التست او التست وير ده او الورك برودكت ده بيبقى جواه شويه حاجات، بينكلود شويه حاجات منها التست بلان، التست سكادجول، الريسك ريجستر، والانتري اند اكزيت كرايتيريا. الانتري والاكزيت كرايتيريا وكمان الريسك ريجستر والحاجات دي كلها هنعرفها بالتفصيل اكتر في شابتر 5. بس هو هنا عامل او قايل هنت بسيط كده عن الحاجات دي، فتعالى نفهمه مع بعض. نبدأ بالريسك ريجستر زي ما هو بدأ كده وقال لك الريسك ريجستر هو عبارة عن ليست من الريسكس، آه، احتمالية حدوثها، تمام، والامباكت بتاعها، وكمان ازاي نعمل لها ميتيجيشن. طيب انا ما بحبش اللوغاريتمات، تعال اديك مثال يوضح لك الكلام ده. لو احنا عندنا ريسك، فالريسك فيه احتمالية حدوث او likelihood. حلو. نسبة حدوث كام في المية، او بلاش نقول كام في المية، ممكن نقول نسبة الحدوث هل هي نسبة عالية، تمام، ولا نسبة متوسطة، ولا نسبة منخفضة مثلا. احتمال عالي، احتمال منخفض، احتمال متوسط، او كم نسبة كام في المية، 20%، 80%، 50%، 30%. فده اللايكلهود، احتمالية حدوث الريسك. وهديك مثال بس اصبر معايا. الامباكت، مدى تأثير الريسك ده لو حصل، تمام. يعني الريسك ده لو احتماليته عالية وحصل، التأثير بتاعه هيبقى عامل علينا ايه. اخر حاجة الميتيجيشن، ايه الخطط بتاعتنا او احنا هنعمل ايه لو الريسك ده حصل، هنواجهه ازاي. حلو. تعال ناخد بقى مثال يوضح الليلة دي. لو افترضنا ان احنا بنعمل environment او في environment simulator او يعني sample environment او simulator environment او simulation environment هنتست عليها، يعني شبه الانفايرمنت الريل الحقيقيه، عشان احنا كتستنج ما ينفعش يعني نتست على الريل انفايرمنت دايركتلي، بنتست الاول على سيميليشن انفايرمنت. حلو. ف ان الانفايرمنت اللي هي مش جاهزه او الانفايرمنت اللي هي احنا هنتست عليها دي، وليكن نسميها انفايرمنت A اللي هي السامبل او اللي هي شبه الحقيقيه، ما هيش جاهزه. احتماليه عدم جاهزيتها مثلا قلنا ان هي متوسط فرضا يعني، حاجات كده، تمام كده، احتمالية عدم جاهزيتها متوسط. حلو. فالامباكت بتاعت ان الاحتمال ده يحصل هيكون ايه لو الانفايرمنت بتاعتنا اللي احنا هنتست عليها مش موجودة. فده اكيد امباكت عالي، هيكون في تأثير عالي، التستنج بتاعنا هيتأخر، البروسيس بتاعتنا هتتأخر، ان احنا نطلع بالبرودكت بتاعنا في الوقت المحدد ليه هيتأخر. فاحتمالية حدوث متوسطة، ولكن اذا حصلت هيكون الامباكت عالي. حلو. فكده احنا شرحنا الحتتين بتاعت اللايكليهود والامباكت. اخر حاجة الميتيجيشن، ريسك ميتيجيشن، ان احنا ازاي نواجه بقى الريسك ده. ممكن نجهز بيئة عمل او environment بديلة، وبالتالي تكون موجودة بشكل مؤقت. لو حصل الاحتمال بتاع ان البيئة الأساسية أو الانفيرمنت الأساسية حصل فيها مشكلة، يبقى احنا عندنا البيئة البديلة نقدر نبروسيد باستخدامها. يعني كده ده باختصار حتة الريسك ريجستر. حلو. طيب لو جينا نتكلم بعد كده عن السكادجول، و او بلاش بقى السكادجول هيجي بالتفصيل بعدين. لو اتكلمنا مثلا عن الانتري اند الاكزيت كرايتيريا، الانتري والاكزيت كرايتيريا هي الحاجات اللي بتحصل، او نقدر نقول هي معايير الدخول ومعايير الخروج، الحاجات اللي انا ما ينفعش تيست او ابدا تيستنج من غيرها، واللي انا مستني اطلع بيها بعد ما اخلص تيست. اديني امثله عشان انا بحب الامثله بتوضح لي الدنيا. مثلا الانتري كرايتيريا زي ان انا مثلا اقول ايه، هل قبل ما ابدا تيستنج الداتا اللي انا هحتاجها في التستنج موجوده ولا مش موجوده.
فده انتري كرايتيريا للتست كيسز بتاعتي او للتستنج بتاعي. هل التست بلان اللي انا هشتغل بيها خلاص تم الابروفل عليها معتمدة ومشار ان انا خلاص اوكي يا باشا بروسيد ولا لا؟ هل مثلا ان انا عملت مثلا استلام للريكويرمنتس ورجعتها كويس وقلت ان الريكويرمنتس بتاعتي تمام، اليوزر ستوريز تمام تمام وتم اعتمادها والدنيا تمام. هل الانفايرمنت اللي انا هشتغل عليها تم مثلا اعتمادها برضو وتم عمل تيست ليها وهي تم عمل بيلد ليها وريدي لان انا اشتغل ولا لا؟ كل دي نقدر نسميها انتري كرايتيريا. طيب من ضمن الحاجات اللي انا بقى باخدها as exit criteria اهيت زي مثلا ان انا خلاص ما عادش عندي bugs سيفير مثلا مفتوحة، زي مثلا ان انا يبقى الريبورتات اللي عندي كلها السمري ريبورت مثلا او البروجرس تيست بروجرس ريبورت والحاجات دي خلاص خلصت وجاهزة وتم تسليمها. دي من ضمن الحاجات، عدد التست كيسز الباست، عدد التست كيسز الفيلد، عدد الديفكتس، فاهمني؟ دي كلها ضمن التست دي كلها ضمن التست ايه او ضمن التست اكزيت كرايتيريا اللي المفروض تكون موجوده معانا. بالنسبه للتست بلان شرحناها قبل كده، والتست سكادجول اللي هو يعني الجدول الزمني اللي احنا هنمشي عليه، وهنيجي برضو لشرحه بالتفصيل في شابتر 5.